شكرا للرب من كل القلب لحق ليه علينا ان احنا نشكره شكر قلبي عميق وعظيم، مش لانه الخادم بيقول اشكروا الرب فنقول شكرا للرب، لا، لكن تعيش في حياه شكر مليانه هذا النوع من الرضا والهدوء. ربنا ما بيغلطش، لكل المجد ما بيغلطش، واللي حطك فيه هو مخلي باله منه قوي، وعارف هو حطك هنا ازاي وليه. الله ما عندوش صدف، ركز معايا من فضلك. الله ما عندوش صدف. الكتاب من التكوين للرؤيا من اول صفحه فيه لاخر صفحه ما فيهوش كلمه صدفه واحده. ليه؟ لان الله ما عندوش عشوائيه. الله اكبر من الزمن، كان شايف الزمن من قبل ما يبتدي يعد حتى 1 ثانيه، وده اللي يفسر لك ليه على الصليب كان شايف بعد 2000 سنه، لأنه ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل، وكان شايفني باسمي وباسمي ووفى عني حساب خطيتي، لأنه هو أكبر من هو بره الزمن. إحنا جوه الزمن، هو بره الزمن، هو شايف كل حاجة في الزمن. وحتى ترتيبه للفرصة دي أنا مصدق إنه كان في مسارة مشيئته إنها تترتب. وعايز أقول لكم يعني أنا ما قلتش الكلام ده في اليومين اللي فاتوا، بس أنا عايز أقول لكم حتى ترتيب الفرصة دي ما كانش يعني كان قعدنا كتير جدا ناخد ونيجي، لا نقدمها قدام شويه، لا نرجعها ورا شويه، لا احنا عايزينها قبل اخر السنه، لحد ما الرب رتبها في الكام يوم. ال3 ايام دول من اصعب الايام اللي مرت على العالم. كم الفوضى وكم الارهاب وكم التخبط اللي موجود عند الناس النهارده يخليك تيجي عند رجلين الرب وتقول له أنا أشكرك لأجل سلامك اللي بيفوق كل عقل، اللي بيحفظ القلب والفكر فيك. أشكرك لأن الناس التانية ما عندهاش رجاء، إحنا عندنا مش بس رجاء، ده إحنا عندنا رجاء وعندنا يقين وعندنا نعمة وعندنا سندة وتعزية وقوة وتشجيع. قول زي ما أنت عايز. الحبايب إخواتنا في الكنيسة في باريس، أول ما حصلت المشكلة الكبيرة دي يقول لي احنا ما قدرناش نعمل الاجتماع، يعني الناس ما قدروش يعملوا الاجتماع بتاع يوم السبت لأن الدنيا هناك حظر تجول والدنيا مربوكة هناك وفرضوا قانون طوارئ ومشكلة كبيرة. أنا عايز بس أوصل لك معلومة مهمة. لو أنتوا شايفين اللي حصل معاكم هنا في الغردقة أصعب حاجة في الدنيا، لا في أصعب كتير، وعايزكم تشكروا بنعمة الله، تشكروا على اللي حاصل، وهو كفيل بأنه يرتب الأمور. تقول أمين؟ دي أمين حلوة، دي أمين جميلة، دي أمين بتاعت ناس أيمين وعايزين ومحتاجين وواثقين في الرب. الأيام اللي فاتت اتكلمنا عن حاجات، بس تعالوا أبتدي معاكم بالتسبيحة الأول كده جميلة تتشجعوا بيها، وبعد كده نراجع مع بعض الكلام اللي اتقال اليومين اللي فاتوا. مين حضر معانا اليومين والتالت النهارده؟ ال3 أيام جمال حلوين، ربنا يبارككم. مفيش مشكلة خالص، مفيش مشكلة، أنا ما بنزعجش من العيال. خليكي العيال، يعني أنا ما بنزعجش من العيال لأنه الغجري فيهم ممكن يطلع مرنم يعني، فما فيش مشكلة في القصة دي خالص يعني. ما تنزعجوش من العيال، بس المهم انتوا ما تتضايقوش. خلوا بالكم معايا ورنموا واهتفوا، وهتلاقي الولاد دي اول ما تسمع صوت الترنيم حلو هتسكت يعني. تعال نبتدي بترنيمه جميله كاتبها بيقول له يا عجيبا في محبتي، وهقول لك ليه انا اخترت الترنيمه دي. يا عجيبا في محبته العظيمه يا مسيحي، قد حملت الإثم عن نفسي الأثيمة تفدي روحي. يا عجيبا مشيرا إلها قديرا، يا أبو الأبدية أو يا أبا أبديا، يا رئيس السلام. تعال نرنم للرب، تعال نفرح بيه، تعال نهتف له من كل القلب. تشجع، رنم، اديه المجد، وافرح النهاردة إن ليك إله عجيب. وهنتكلم يعني إيه عجيب. تحبوا تقفوا معايا؟ معلش.
يا عجيبا في محبته العظيمة. يا مسيحي يا مسيحي قد حملت الإثم عن نفسي الأثيم. تفدي روحي تفدي، قول معايا، يا عجيبا مشيرا إلها قديرا. يا أبا أبديا يا رئيس السلام، يا يسوع يا قويا القهر والموت. حين قمت بل سحق الصلة الشر وانتصرت رنم. يا عجيبا مشيرا إلها قديرا. يا أبا أبديا يا رئيس السلام، يا يسوع يا حبيبي حبك يحلو لنور. فهو نوري بل شفاء ودواء للجروح وسروري رنم. يا عجيبا مشيرا إلها قديرا. يا أبا أبديا يا رئيس السلام، يا يسوع. عنه الرب يسوع الغالي، ربي يسوع الغالي ما فيش زيه حبيب. معاك يهون الغربة يهون حمل الصليب. رنم ربي يسوع الغالي ما فيش زيه حبيب. معاك يهون الغربة يهون حمل الصليب. محلى العشرة وياك يسوع رب السماء. محلى العشرة وياك يسوع رب السماء. يبارك الحياة والعيشة حلوة. أنا عايش طب وألامي في البرية مهما كانت كتير. ما تخافش على الأزرع الأبدية يحملوني القلب تاني. وألامي في البرية مهما كانت كتير على الأزرع ما تخافش يحملوني القدير. أحلى العشرة وياك يسوع رب السماء. محلى العشرة وياك يسوع رب السماء. يبارك الحياة والعيشة حلوة معاك. أنا عايش في وعز يا نفسي عز يا نفسي. رنم على كل المغريات حبيبي حلو حلال كل مشتاق. رنم وبعز يا نفسي دوسي لكل المغريات حلو حلاوة كل مشتاق. محلى العشرة وياك يسوع رب السماء. محلى العشرة
السماء يبارك الحياة والعيشة حلوة. أنا عايش في يلا نقول سعادة وسعادة أبدية هنا في عيشة هنية وهناك في بيت الأهل والسعادة أبدية كما قال الكتاب. هنا في عيشة هنية وهناك في بيت الأهل. رنم محلى العشرة وياك يسوع رب السماء. محلى العشرة وياك يسوع رب السماء يبارك الحياة والعيشة حلوة معاك. أنا عايش في حماك. أمين. استريحوا. أنا عايش في حماه. الرب يدينا، هقول الكلام ده للمرة الثالثة على التوالي في ثالث يوم، اوعى في مرة ترنم لربنا كلام انت لا تعنيه. هقول تاني اوعى في مرة تقول لربنا كلام انت لا تعنيه. لأن اليوم اللي بتقول لربنا فيه كلام أنت لا تعنيه كأنك بتقول لربنا كده أنا مش مديك الاحترام الكافي، سامحوني في التعبير. يا سلام. لا، ده مش قصدنا، ما بيبقاش قصدنا كده. لا، هي تعرف لما تيجي تكلم، حتى لو هقولك مديرك في الشغل، بلاش مديرك، تكلم حد أنت محتاج منه حاجة، فأنت بتكلمه في منتهى الاحترام وفي منتهى التركيز، لأنه أنت عايز الكلام يكون كلام على مستوى التفكير ومستوى العقل والنضج، وعايز تقول له على حاجة وتسمع منه إجابة. خلي بالك أمور الله أعلى كمان من كده. اوعى في مرة تكلم ربنا وأنت لا تعني الكلام. مرة الرب قال على الشعب كلمة وحشة قوي، قال هذا الشعب يكرمني وقلبه. ايه ده للدرجة دي؟ هو بالنسبة له ربنا لما تيجي تكلمه، عارف، مع تقديري واحترامي، أرجوك افهم الكلام، أنا مش قصدي غير كل محبة، وأنا أعني ما أقول كل محبة. لما تيجي تصلي لربنا صلاة محفوظة، حتى لما تيجي تصلي لربنا صلاة محفوظة، ركز معايا، لما تيجي تصلي لربنا صلاة انت حافظها، لو ما فكرتش في الكلام اللي انت بتقوله لربنا، حتى لو انت حافظه ظهرا عن قلب، او زي ما الناس بتقول عنها عن ظهر قلب، مع ان دي مش صح، لكن حتى لو انت حافظه كده والسلام وبتقوله وبتردده من غير ما تعنيه، انت كأنك بتقول لربنا انت لا تعنيني وبقول لك كلام والسلام. للدرجة دي طبعا. عشان كده لما تيجي تحكي مع ربنا، انتبه أنت تحكي مع ملك الملوك ورب الأرباب، سيد الأرض كلها. انتبه. وزي ما كان أخونا لما علق على الكلام اللي بعته لنا ربنا امبارح وأول اليومين دول، في آخر الآخر أو في آخر الأواخر بتاعة الحياة بتاعة الدنيا، أنا عايز أشجعك وأقول لك ربنا فعلا بيحذر مش بيهزر. اليومين دول ظبطنا ده ولا لسه عمال بيولع ويطفي؟ ميشيل البروجيكتور عمال ينور ويطفي، شوف له حل في الموضوع. طيب، حد فاكر عبال ما يصلحوا لنا الشيء ده العظيم، حد فاكر الكلام اللي احنا قلناه امبارح واول؟ تعال نراجع مع بعض. حد فاكر الشعار اللي احنا بنتكلم عنه؟ اسمه انت إلهي.
ينفع لكل الناس كل واحد يقول عن إلهه هو ده إلهي، وينفع الناس حتى اللي مش عارفين ومش فاهمين يقول إن أنا إلهي المال، أو إلهي بطني، أو إلهي ممكن عيلتي. كل واحد يقدر يقول عن إله شكل. لكن النهاردة أنا جاي أحكي لك عن إله ينفع لو تقول معايا إن هو إلهي هتعرف في يوم من الأيام إن الإله ده مش إله عادي. أحكي لكم مثل صغير نكمل بيه الكلام لحد ما ربنا يسهل إن شاء الله. أنا باين عليها هقعد أوعظهم يعني النهاردة. طيب، رسول بولس كان بيكلم الجماعة بتوع فيليبي وبيحكي لهم عن لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، والسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح. يقول لهم ما تهتموش بشيء، وعمال بيوعظهم وبيكلمهم وبيقول لهم خلوا بالكم. لكن جاء عند حتة في عدد 19 في أصحاح 4 ده بيقول لهم، بيكلمهم عن الاحتياج. خلي بالك معايا، بيكلمهم عن احتياجهم. بيقول لهم ما تخافوش لما تعوزوا حاجة، ما تهتموش، ما تخافوش، الله يقدر يملأ احتياجكم. بس تستعجبوا قالها لهم ازاي؟ مش قال لهم يملأ إلهكم كل احتياجكم بحسب غناه في المجد، ولا حتى، لأنه لو كان قال لهم كده يملأ إلهكم كل احتياجكم بحسب غناه في المجد كان المعنى بقى مظبوط. ولا حتى لو كان قال يملأ الله كل احتياجكم بحسب غناه في المجد كان نفع ولا ما نفعش؟ كان نفع. لكن لما جه يتكلم لأنه مختبر قال ويملأ إلهي، ويملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. ليه بتقول لهم إلهي مع أنك أنت بتكلمهم ما تقدر تقول لهم إلهكم أو الله؟ يقول لأننا الإله ده أنا اختبرته وأنا عارفه، الإله ده الذي أنا له. واحد زمان قال الإله الذي أنا واقف أمامه، حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. أنا عايز أشجعك النهاردة تمسك فيه من جديد، مش بشوية كلام محفوظ. وأرجو من قلبي ما حدش يزعل مني، أنا مش بتكلم كلام عشان خاطر أضايق حد ولا يعني أقول كلام فيه عدم تقدير. بالعكس بالعكس، أنا بتكلم بكل محبة لكل الناس. خلي بالك خلي بالك، الإله ده النهاردة مش بيدور على ناس تملاله الكنايس، ولا بيدور على تابعين يمشوا معاه، مش بيدور على الناس دول، بيدور على حد. هل من فاهم طالب الله؟ هل في واحد بيحبني؟ يقول ربنا كده بيحبني وعايزني أنا، مش عايز مني طلبات. طب نشكر الله. طيب عشان كده أنا أشجعك في خلال الكلام اللي جاي، والنهاردة هنتكلم عنه في حتة جميلة جدا هتشجع كل الناس، ولازم هتطلع من هنا متشجع بنعمة الله. أول يوم اتكلمنا عن الإله ده قلنا لا مثل لك يا رب. لا لا لا، شدوا حيلكم معايا شوية، شدوا حيلكم معايا شوية. يلا بينا تاني، يلا بينا تاني، يلا قولوا معايا. لا مثل لك بين الآلهة يا رب، من مثلك معتزا في القداسة، مخوفا صانعا عجائب. خروج روعة. تعالوا نقول تاني عشان اخواتنا اللي لسه اول يوم يحضروا النهاردة لسه معانا اول مرة. تعالوا نقول كمان مرة الاله اللي موجود اللي بيتكلم عنه في نشيد النصرة بتاع، بلاش النصرة دي عشان فيها مشكلة، النشيد الانتصار اللي كان بيرنموا موسى ومريم وهارون لما عبروا، لما الرب أكرمهم وعدوا، رنموا ترنيمة جميلة وقالوا ان الفرس وراكبه ترحمه في البحر. وفي الوسط بيتكلم عن انك تهدي برأفتك الشعب الذي فديته. حط في النص كده حاجة مهمة لكل الناس عن هذا الإله، انه إله متفرد مفيش زيه في العالم كله. يلا جرب تقول معايا. لا مثل لك بين الآلهة يا رب، من مثلك معتزا في القداسة، مخوفا بالتسبيح، صانعا عجائب. خروج أول يوم لما اتكلمنا عنه إن قدسته قوته في هذه القداسة، إنه هذا الإله القدوس
الإله القدوس، الإله اللي ما عندوش، ما يطقش الشر، ما ينفعش يهادن الشر، ما ينفعش يشوف الإنسان فينا بين البنين ويقبل عبادته. هو عايز ناس مقدسين، وعشان كده العمل اللي عمله الرب يسوع أكمل إلى الأبد المقدسين، قدسنا فيه وبقينا لمجد الله. أنا مش بقول ده كبرية، لكن دي الحالة اللي حطنا فيها الرب يسوع، كملنا عشان نكون قديسين في المسيح يسوع. دي مش شطارة فينا ولا قوة، لكن دي نعمته وفضله. طيب، واتكلمنا عن قداسته ده في حتة جميلة، قلنا بدء الحكمة مخافة الرب ومعرفة، لا زعلتوني، يلا قولوا تاني. بدء الحكمة مخافة الرب ومعرفة القدوس فهم. سفر الأمثال أصحاح 9 وعدد 10. امبارح اتكلمنا عن الإله المخوف بالتسبيح. مخوف يعني مش بعبع، لكن ازاي يتقيه الإنسان وهو يسبحه. وارجع اقول لك مرة تاني في نفس يعني 10 دقايق، ما تنفعش ترنم لربنا بلا تقوى. ما ينفعش ترنم لربنا كلام أجوف. ما ينفعش تسبحه كلام والسلام. ما ينفعش تكون ترانيمنا عبارة عن موسيقى وصوت عالي وخلاص. لازم تكون ترنيم بالروح وبالذهن أيضا. وأنا أشجعك بكل قلبي في كل كلمة بترنمها خلي بالك منها. ولو لقيت نفسك ان الكلام عالي عليك، انت مش عارف تقوله، مش عارف تعيشه كويس، مثلا لو مثلا قلنا لو حطوا العالم في كفي، ده الرب اللي في قلبي مكانه هقدر اسيب. يمكن لو لقيت الكلام عالي عليك شويه، رنمه بصيغه ساعدني انه النهارده ده الرب اللي في قلبي مكانه هقدر اسيب، تقول له ساعدني. لكن ما ينفعش ترنم الكلام يعدي عليك كده وهو كلام ضخم جدا. الله لا يشمخ، ما فيش حد فينا يعرف يضحك على ربنا. الإله ده مخوفا بالتسبيح. وقلنا امبارح الآية الجميلة بتاعت مزمور 33 إنه أيوة يهتفوا ليك الصديقين فبالمستقيمين يليق التسبيح. اهتفوا أيها الصديقون بالرب بالمستقيمين يليق التسبيح. مزمور 33 وعدد 1. النهارده هنتكلم عن الإله صانع العجائب، الإله العجيب، صانع العجائب. هحكي لك من الأول الموضوع، من أول اسمه يدعى اسمه عجيب. خلي بالك، عجيب هنا مش غريب، مش معناها غريب. خلي بالك في فرق بين عجيب وغريب. غريب دي يعني ممكن يكون حاجة كده مزعجة، لكن عجيب يعني صانع عجائب، زي ما بتقول الآية بتاعتنا، إنه إله متفرد فيما يصنع، إنه إله مش زي باقي الآلهة، هو عجيب متميز لوحده، مش زي باقي الآلهة، مش زي باقي الأصنام. هو إله متفرد متميز عجيب، وصنع عجائب كمان لشعبه. وأنا هتكلم في النقطة دي النهاردة. وإن كنت نفسك فعلا تخلي الرب يصنع معاك عجائب ويصنع معاك اختبارات جميلة، لازم تعيش له كالإله المعتز في القداسة والمخوف بالتسبيح، عشان تعرف تستمتع بالإله صانع العجائب. هقول تاني، ما ينفعش تستمتع بالإله العجيب ده غير لما نعيش في القداسة ونعيش في التقوى بالتسبيح وبتقدير الله. ساعتها ينفع نستمتع بيه الإله صانع العجائب. تعالوا نرنم ترنيمة بتقول الكلام ده. فاكر زمان على أيامنا كانت في ترنيمة بتقول قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب، قد رواها لي حبيبي ساعة الصلب الرهيب، وهو مسحوق الفؤاد وهو مجروح الجبين، قد رواها لي. الإله ده لأنه عجيب فكان بيصنع كل شيء بعجب. عجيب كان في ميلاده، محدش اتولد زيه، وكان عجيب كمان في قيامته، محدش قام زيه. مفيش حد. هو إله متفرد عظيم مميز مختلف. وأنا النهاردة أدعوك إنك تركز بكل معنى الكلمة وإنت بترنم.
عشان الوقت بتاعنا مش هنرنم الترنيمه كل مره، هنقول القرار في اول مره اللي هو قصه الحب العجيب معايا، وبعدين هناخد عدد 1 و2 و3 و4 وبعدين هنقول القرار في الاخر. سهله ولا ما سهلاش؟ يعني سهله ان شاء الله، مش كده؟ صول يلا بينا، تعالوا نرنم له، تعالوا نشهد له ونشكره. انه هتلاقي الترنيمه دي كل عدد هتلاقي فيه كلمه حب. هاتي لي اول عدد. لا ده مش ايوه اول عدد. بينما او كان بالامس كان بالامس يقول يصنع الخير العظيم وينادي بالحياه يشفي جرح المتعبين. البيج اللي وراها على طول بيقول كان حبه عجيبا، بيتكلم عن حبه هنا في العدد ده. عدد 2 بيقول بينما الحب يجول. عدد 2 بيتكلم عن الحب. عدد 3 برضو عجيب جدا، برضو في نفس الكلام بيتكلم عن الحب، بيقول قد أميت الحب ظلما. عدد 4 بيتكلم عن الحب برضو، بيقول كل حب في الوجود. هاتي لي عدد 4. كل حب في الوجود. كل عدد بيتكلم عن الحب، بس مش الحب اللي هو اللي مالي الاغاني بتاعت اليومين دول والنار والغدار لا، ما فيش الكلام ده، ما فيش ده حب من نوع مختلف. حب بيعطي، حب حط نفسه لاجلنا. كل الناس تحب روحها وبعدين تحب الاخرين، لكن الرب يسوع لما جه احب خاصته الذين في العالم، احبهم الى المنتهى. يحق لي علينا نرنم له ونقول له نشكرك لاجل حبك العجيب. معلش تعالوا نقف سوا. يلا معانا. قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب، قد رواها لي حبيب ساعة الصلب الرهيب، وهو مسحوق الفؤاد وهو مجروح الجبين، قد رواها لي حبيب ساعة الثمين. كان بالأمس يقول يصنع الخير العظيم، أشكرك، وينادي بالحياة يكفي جرح المتعبين. قول معايا. كان حبه عجيبا إذ أحب الآثمين، ذا لأنه يسوع قد. قول تاني. كان حبه عجيبا. قول معايا. كان حبه عجيبا إذ أحب الآثمين، ذا لأنه يسوع قد أحب كل حين. بينما الحب يكون كان فكر الحاقدين كيف يقتل يسوع سامحنا إذ أحب المذنبين. قول معايا. حتى تنتهي الرواية قصة الحب الثمين، حتى يكتب النهاية مات بين المجرمين. قول تاني. حتى تنتهي الرواية قصة الحب الثمين، حتى يكتب النهاية مات بين المجرمين. قد أميت الحب ظلما، قد أميت في الصليب، منطق الناس تلاشى إذ بدا الحب السكين. قول معايا. إنه حب سيبقى. أمين. أشكرك. أبدا الدهر يكون، ليس حب مثل هذا صادقا دوما حنين. قول تاني. إنه حب سيبقى أبدا الدهر يكون، ليس حب
مثل هذا صادقا دوما حي. أي حب قدنا مثل حبه العليم، أي حب مثل هذا قد بدا عند الصليب. قول معايا من قلبك: كل حب في الوجود نبعه حب يسوع، كل حب في كياني ده صدى حب يسوع. قول تاني: كل حب في الوجود نبعه حب يسوع، كل حب في كياني ده صدى حب يسوع. قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب، قد رواها لحبيبي ساعة الصلب الرهيب، وهو مسحوق الفؤاد وهو مجروح الجديد، قد رواها لحبيبي بالدم الغالي الثمين. استريحوا. تعالوا نطلع في مزمور 139. مزمور 139 من المزامير المهمة جدا. داود فيها بيتكلم عن إلهه، بيتكلم عنه بطريقة مختلفة عن ناس كتير ومختلفة عن مزامير كتير. بيتكلم عن الإله ده اللي عارفه بالتفاصيل. معلش اسمع مني الكلمتين دول. لما تروح البيت اقرا المزمور ده كويس، مفيش وقت ان اقراه كله لانه كبير. بيقول له: انت اختبرتني وعرفتني، مفيش كلمة في لساني انت مش عارفها الا وانت يا رب عرفتها. ويجيب وراها كلمة من اعجب ما يكون، يقول: عرفتها كلها. ليه؟ حتى الكلمة ومعناها لو في واحد قاصد بيها معنى مش مظبوط او معنى فيه تورية، الرب عارف في الاصل. عشان كده لما حد يجي يسألك يقول لك: انا مثلا رنيت عليك في التليفون انت ما ردتش، تقول: اصل انا ما كنتش قاعد فانا كنت واقف مثلا. يقول كانه بيقول انا كنت واقف، فانا قلت انا ما كذبتش، انا ما كنتش قاعد. طبعا الكلام ده كلام ملوش اي معنى، وكلام بره الايمان، وكلام يحزن الرب، يحزن روح الله فينا واحنا بنعمله. وانا اصلي من قلبي نكون في الاستقامه زي ما كنا بنحكي امبارح، في استقامه القلب ما تخافش. خايف من ايه؟ قول له: مش ما كنتش قادر ارد، تبقى احسن. ما كنتش قادر ارد في التليفون سهله يعني، لكن ما تقولوش كنت قاعد وانا ما كنتش قاعد. اصل انا بقول في نفسي اصل انا كنت واقف، انا ما كنتش قاعد. حلوه حلوه؟ لا مش كده، مش حلوه. دي تزعل الرب. وغيرها حاجات كتير بنقولها نحن لا نعنيها زي ما احنا بنقولها. عشان ما ناخدش وقت طويل في الكلام، داود في مزمور 139 بيحكي عن الله اللي عارف واللي فاهم واللي شايف كل صغيرة وكبيرة. من ضمن الحاجات اللي بيقولها عن الله بيقول له: انت نسجتني في بطن امي. طبعا حضراتكم عارفين ان النظرية اللي كانت بتقول ان الانسان تطور من القرد، طبعا دي خلاص فشلت بكل معنى الكلمة. وشكرا للرب برضو ليزكو الكتاب المقدس ويبقى كلمة ربنا هي الصح. نسجتني في بطن أمي يعني عملني خلية. عارف نسجتني يعني إيه؟ ركبني خلية. هو خلقني. يداك كونتاني. هو كوني، هو عملني، مش أنا تطورت من شيء آخر. عارف كل خلية، عارف كل عظماية. من ضمن الحاجات بيقول له: حتى عظامي أنت رقمتها، من يعني أنت ركبتني على بعض كده، عملت مني البني آدم ده. اسمع الكلام اللي جاي ده لأنه مهم. من قبل ما أوجد ربنا عرفني. وزي ما كنت بقول لحضراتكم من شوية، لأنه هو أكبر من الزمن، هو اللي خلق الزمن. إحنا جوه الزمن،
احنا بنتخلق في تاريخ، بنتولد في تاريخ، وبنموت في تاريخ. احنا جوه الزمن، هو بره الزمن. هو شايفه ماضي وحاضر ومستقبل، شايفه قدامه دلوقتي، ما عندوش حاجة اسمها مستقبل. وده اللي يفسر لك ليه من 2000 سنة كان بيوفي عني خطيتي، لأنه كان شايفني من 2000 سنة زي ما أكون قدامه دلوقتي. عارفني من أول ما اتولد لحد ما أموت، أو لحد ما يجي هو. أتمنى يجي قبل ما أموت. يبقى فعلا هو عارف كل حاجة فيا، عارف خلاياي، عارف شعر راسي، عارف أمور حياتي. أنت عارف حتى السكن. في أعمال 17 بولس الرسول قال كده، إنه حتى ما بالأوقات، عارف الوقت، وكمان حدود المسكن، البيت اللي أنت ساكن فيه ربنا عارفه ومرتبه، وهو عارف. ولو كنت اتولدت أو اتوجدت في بيت، في ظروف، في عائلة، في مستوى اجتماعي ما، هو عارف، هو رتب، هو عارف عامل ايه. الاله ده عارف كل حاجة عني. عجيب، اله عجيب. عشان كده في عدد 6 هنحفظ الاعداد دي، هنحفظ عدد 14. بيقول له عجيبة هذه المعرفة، فوق ارتفعت، لا استطيعها. لا استطيعها يعني انا ما اقدرش المها، ما اقدرش ادركها كلها. نكمل. بيقول له أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ وأنا أعرف أروح منك فيما أنت شايفني. إن صعدت إلى السماوات أنت هناك، إن فرشت في الهاوية فها أنت، إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر هناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. فقلت إنما الظلمة تغشاني فالليل يضيء حولي. أنت ما فيش حاجة عندك اسمها ضلمة، أنت شايف كل حاجة. وهنرنم ده قدامه الكل واضح في النور زي الظلام. الظلمة أيضا لا تظلم لديك، والليل مثل النهار يضيء. انت بتشوف كل حاجة وعارف كل حاجة، ما فيش حاجة اسمها عتمة ولا ضلمة ولا حاجة، ولا ينعس ولا ينام. إله عجيب. كالظلمة هكذا أيضا النور، لأنك أنت، بص الكلام، لأنك أنت اقتنيت كليتي، نسجتني في بطن أمي. حسب حسبتي وعارفني، عارفني بتكويني. وعشان كده أنا ما فيش مني نسخة، مش أنا فلان يعني، ما فيش واحد في حضراتكم عنده نسخة تاني، حتى لو عنده توأم مطابق، لكن ما بقاش، مش ممكن يكون عنده نفس بصمة العين وبصمة الصوت وبصمة الصباع، مختلف. كل واحد فينا هو عمله مختلف. هنحفظ الآية دي، بتقول أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا، عجيبة هي أعمالك. أيوة بقى الحتة اللي جاية، ونفسي تعرف ذلك يقينا. مزمور 139 عدد 14. يلا قولوا معايا عشان نحفظ. يلا قولوا أحمدك قد امتزت عجبا، عجيبة ونفسي. مزمور 3 مقاطع لو تاخد بالك عشان ما تغلطش. 3 مقاطع، أولها أحمدك، وتانيها عجيبة، وتالتها نفسي تعرف ذلك يقين. يلا قول معايا أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا، عجيبة أعمالك، نفسي تعرف ذلك يقينا. مزمور. يلا نقول كمان مرة عشان نقفل الشباك ونسمع. يلا قول معايا أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا، عجيبة هي أعمالك، ونفسي تعرف ذلك يقينا. مزمور. طب نقفل الشباك بقى. يلا قولوا معايا أحمدك من أجل أني، عجيبة هي نفسي تعرف. مزمور. أنا عايزك تسمع الترنيمة اللي جاية سمع، وبرضو أنتوا ممكن تسمعوها برضو. حتى أنا عايزكم تسمعوا الترنيمة. الترنيمة دي بيقول كاتبها يا عجبا مخلصي قد مات من أجلي. اسمعها. الترنيمة اللي جاية كاتبها بيقول العجب العجاب إنه الإله ده يحب الإنسان بالشكل ده. وفي الترنيمة بيقول أحبني ربي، نعم أحبني، وسفك الدم الزكي فدا لخاطئ مثلي. يسوع قد أحبني لذا مات عني. لو تشوفوا في وقت الضحية هتلاقوا
الرعاة بيربوا الخرفان عشان يذبحوهم، ولما تشوفوا بيهتم بخروف كده ويقعد يطبطب عليه ويأكله، ده بيعمل كده عشان ايه في الاخر؟ يذبحه او يبيعه. صحيح. لكن تستعجب جدا جدا عن الاله، عن هذا الراعي الصالح اللي الكتاب بيقول لنا عنه ان الراعي الصالح يعمل ايه؟ يبذل نفسه عن الخراف. انا بشكرك لانك الهي ونفسي تعرف ذلك يقينا. هم قاعدين معايا في الاجتماع، بارك كل واحد النهارده حاسس بجميلتك عليه، وحاسس انك ميزته وحبيته وفديته. باركنا واحنا قاعدين بنرنم عن انك اله عجيب، وكرمنا النهارده تتفتح عينين ايماننا ونشوف للاخر انك يا رب عندك استعداد تصنع بعجب في حياتنا. اسمع الترنيمه اللي جايه، اسمعها بس. يا عجبا مخلصي قد مات من أجلي وسفك دم الزكي فدا لخاطئ مثلي. يا عجبا مخلصي قد مات من أجلي وسفك دم الزكي فدا لخاطئ مثلي. أحبني ربي، نعم أحبني. يسوع قد أحبني لذا مات عني. يسوع قد أحبني ربي يسوع. أي حبيب قد سما مثله في الحب، قد نزل من السماء فدا ومات عن ذنبي. أي حبيب قد سما مثله في الحب، قد نزل من السماء فدا ومات عن ذنبي. أحبني ربي، نعم أحبني. يسوع قد أحبني لذا مات عني. يسوع قد أحبني ربي، نعم أحبني. يسوع قد أحبني لذا مات عني. يسوع قد أحبني ربي يسوع. حبني وما كانش فيا حاجة تتحب. ده أنا واحد من الناس اللي شوحوا له بإيدهم كده، قالوا له ابعد عنا بمعرفة طرقك لنصر. بقى بتحبني رغم كل عيوبي، لسه بتحبني، ورغم كل وقوعي لسه بتحبني. عجيب، إله عجيب لا مثل له بين الآلهة. إله قدوس يحب أن يتقيه المؤمن بتسبيحه وتقديره،
يصنع له عجبا لأنه إله عجيب. تعالوا نرنم كلمات يفرح بينا ربنا واحنا بنرنمها، وبعدين نشوف هنعمل ايه. في ترنيمه بتقول ليك المجد يا فدينا، اتجسدت وجيت لينا يا عجيب. وهناخد وراها الترنيمه الجميله اللي بتقول يا اللي مت بدالي برضه. عارفينها ولا مش كتير؟ لا مش كتير انا اصلا. ليك المجد يا فدينا، جسدت وجيت لينا، نورك نور أراضينا يا عجيب. وهنفضل نغنينا، نعيد بمجيئك، نرفع راية إنجيلك يا. تعال نقول تاني، قول معايا. ليك المجد يا فدينا، جسدت وجيت لينا، نورك نور أراضينا يا عجيب كده. وهنفضل نغنينا وهنعيد بمجيئك، نرفع راية إنجيلك يا عجيب. رنم يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أبدي يا رئيس السلام. يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أبدي يا رئيس السلام. انت الله المتمجد، المسيح المتمجد، والخليقة بتردد يا عجيب. انت مشتهى الامم، فيك الامين والنعم، ليك الحب والنعم يا. كمان مرة قول معايا. انت الله المتجسد، والمسيح المتمجد، والخليقة بتردد يا عجيب. انت مشتهى الامم، فيك الامين والنعم، ليك الحب والنعم يا عجيب. يا عجيب يا مشير يا اله يا قدير يا ابدي يا رئيس السلام. يا عجيب يا مشير يا اله يا قدير يا ابدي يا رئيس السلام. يلي مت ببدالي، شايل كل احمالي في السما، تشفع في. اشكره. عمري ما اشتريته احتياج، ولقيته وفتحت لي عينيا. قول معايا تاني. يلي مت ببدالي، شايل كل احمالي في السما، تشفع فيا. عمري ما اشتريته احتياج، ولقيته وفتحت لي عينيا. تعرف تقول له يا إلهي يا إله، أنا قلبي يسجد ليك يا إله، أنا قلبي يخضع ليك يا حمام مذبوح عني. يا إله أنا قلبي يسجد ليك يا إله، أنا قلبي يخضع ليك يا حمام مذبوح عني. ادي الرب المجد، ليك المجد والكرامة، بهديك علامة سلطانك بيحررني. بالقوة والجلال، البشر أبرع جمال، نعمتك بتغير. قول له تاني. ليك المجد والكرامة، بهديك علامة سلطانك بيحررني. بالقوة والجلال، البشر أبرع جمال، نعمتك بتغير. قول له يا إلهي يا إله، أنا قلبي يسجد ليك يا إله، أنا قلبي يخضع ليك يا عمل مفتوح. آخر مرة. يا إله أنا قلبي يسجد ليك يا إله، أنا قلبي يخضع ليك يا حمل مسبوح عني. يا حمل مسبوح عني.
عجيبة هذه المعرفة، فوق ارتفعت لا أستطيعها. عجيبة هي أعمالك نفسي ونفسي تعرف ذلك يقينا. أنا أشجعك جدا جدا النهاردة أنك تقول له من قلبك أنا مصدقك ومصدق أعمالك ومصدق عظمتك ومصدق أنك النهاردة مرتب لي كل أمور حياتي من قبل ما أوجد. أنت عامل حسابي كويس قوي. عشان كده رب عجيبة هي أعمالك، وأنا مصدق أن أعمالك العجيبة دي تنفع النهاردة تكون لحياتي، لأن الآية بتقول كده إنك معتزا في القداسة مخوفا بالتسابيح وإيه كمان. عايز الرب النهاردة يصنع في حياتك عجائب. يعني في مننا ناس حتى لما بيكون عندهم مرض أو أمر صعب أو حاجة زي كده يقول يا رب نفسي أشوف من عجائبك، ودي حقيقة جميلة. بس اللي أنا عايز أشجعك فيه وأبقى متأكد جدا، يمكن أحيانا عينينا بتبقى على الاختبار نفسه، مش عينينا بتبقى على الرب. ما تزعلش من كلامي. أحيانا عينينا بتبقى على عايزين اللي احنا عايزينه، عينينا على ايديه مش عينينا عليه. عايزين الحاجة يعملها لنا بالطريقة اللي احنا عايزينها. عشان كده النهاردة أنا عايز أشجعك بكل قلبي وأقول لك وأنا متأكد، لو أنت عايز الرب يصنع في حياتك هذا العجب لازم تكون فاهم يعني إيه قداسة، وفاهم يعني إيه تقوى، يعني إيه عايش للرب في قداسة هو عايزنا نكون فيها، ويعني إيه نخافه بالتسبيح، يعني إيه النهاردة وأنا بكلمه كلمة أكون مقدره وأكون مقيمه وعايش بسجد له بالقلب مش بالصلاة المحفوظة مع احترامي وتقديري الشديد. وأنا هشجعك بكل ما عندي من طاقة، خلي الوقت اللي جاي يكون وقت مميز، لأنها ربما ويمكن الموضوع يوصل لربما كتير، يعني 90 95 97% أنها آخر الأيام الأخيرة. ومش نفسي حد في حضراتكم يكون موجود في مكان يتحسر فيه يقول ما أنا كنت قاعد في الاجتماع، يا خسارة، يا ريتني كنت سمعت ورجعت. ربنا بيدور على ناس مش تملى له الكنايس، لكن ناس تحبه وتقدره وتقدر عظمته. طيب تعالوا ننقل لنقطة جميلة جدا. الإله اللي بيصنع العجب ده صاحب سلطان، وأسهل حاجة عنده إنه ينفذ الطلبات بنعم. ينفع يقف يهدي الريح بكلمة، ينفع النهاردة يحول اللعنة إلى بركة، ينفع قولوا معايا يخرج من الآكل أكلا ومن الجافي. إله عجيب، إله عجيب، إله ينفع النهاردة يخلي حياتي فيها اختبارات مجيدة وعجيبة، يصنع عجبا. تعالوا نرنم الترنيمة اللي بيقول كاتبها أهديك كل المجد والكرامة، أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء، تصنع العجائب وتستطيع كل شيء. أنا خليت الترنيمة دي مش في الأول لحد ما أشرح الفكرة بس، عشان وانت بترنمها ترنمها بالروح وبالذهن أيضا. أنا حابب قوي لما تيجي ترنم الترنيمة دي وانت بتقول له تستطيع كل شيء، لو عندك حاجة ملهاش حل، لو عندك حاجة يمكن معرفتش تسمع كلمة مريحة من حد يعني يديك كده بركة أمل فيها، الله بتاع الأمور المستعصية. مين يقول أمين؟ دي مش أمين بتاعة الموضوع ده، الله بتاع الأمور المستعصية. أمين أمين. حتى لو الموضوع فيه أمر صعب، في دين تقيل، في مرض صعب، في ابن عاق، في زوجة أو زوج صعبين، يعني خلاص هيروح فين؟ عنده حد في البيت أو عندها حد في البيت صعب، مش عارف أو مش عارفة، مش عارفين يتعايشوا. أنا عايزك ترنم الترنيمة اللي جاية دي وانت بتقول له أنا بديك المجد والكرامة وأرفع يداي نحوك وأسبح اسمك، أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب، تستطيع كل شيء. أنا عايزك ترنم ده بيقين، يقين متين، يقين متين لا يلين في إله أمين. يلا بينا.
يلا جرب معايا كده تقول له، لأنه أنا مصدق الإله ده، وعايزك بنعمة ربنا ترنم ده بحمد مش بيأس. الآية بتاعتنا بتاعت النهاردة بتاعت عدد 14 بتقول له أحمدك لأني قد امتزت عجبا. أنا مصدق ده، أحمدك. أنا هرنم ده مش بوجع، مش بحزن، مش بكسرة، لكن هرنمه بنعمتك بتسبيح. يلا جرب معايا. أهديك كل المجد والكرامة، أرفع يدي نحوك وأسبح اسمك. أهديك كل المجد والكرامة، أرفع يدي نحوك وأسبح اسمك. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب، تصنع العجائب. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء، تستطيع كل شيء. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب، تصنع العجائب. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء، تستطيع كل شيء، تستطيع كل شيء. كمل معايا. تمر السنين وتفضل أمين يا ربي، قدير والمعين. قول معايا. تمر السنين وتفضل أمين يا ربي وإلهي، قدير والمعين. قول معايا. إله الأمانة عظيم الصنيع، ملجأ وقوة وستر المنيع. إله الأمانة عظيم الصنيع، يا ملجأ وقوة وستر المنيع، يا ملجأ وقوة وستر المنيع. بنلجأ إليه حالا بنلاقيه، وظروفنا وهمومنا نرميها عليه. بنلجأ إليه حالا بنلاقيه، وظروفنا وهمومنا نرميها عليه. قول عنه تاني. إله الأمانة عظيم الصنيع، يا ملجأ وقوة وستر المنيع. إله الأمانة عظيم الصنيع، يا ملجأ وقوة وستر المنيع، يا ملجأ وقوة وستر المنيع. ما تخافش في وقت الجروح والخوف والطروح، بنجيلك يا غالي ألمنا يروح. ما تخافش في وقت الجروح والخوف والطروح، بنجيلك يا غالي ألمنا يروح. رنم. إله الأمانة عظيم الصنيع، يا ملجأ وقوة وستر المنيع. صدق الرب. إله الأمانة عظيم الصنيع،
والستر المنيع. استريحوا. أحمدك من أجل أني امتزت عجبا، عجيبة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. تعالوا نردد الآية عشان نفتكرها. أنا متأسف أنا لخبطت فيها، معلش، السن وقلة الراحة يعني، معلش. يلا قول معايا تاني، قول معايا تاني. أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا، عجيبة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. مزمور عدد 14. أنا مصدق الإله ده، أنا مصدق الإله. أنا همشي معاه مش لأني اتولدت في سكة قالوا لي امشي فيها من غير ما اختارها، لكن لأني اختبرت عظمة صنيع. إله الأمانة عظيم الصنيع، إله بيصنع بعجب. أنا عايز أأكد لك بكل القلب كمية الشغل اللي ينفع ربنا يشتغله في حياتك لما يكون عندك إيمان. عجيبة عجيبة. ولو مع أصل الإيمان ده اللغة اللي بنكلم بيها الله، فبدون إيمان لا يمكن إرضائه. يعني أنت لما تروح مثلا الصيدلية أو تروح السوبر ماركت، لغة التعامل بينك وبين المحل ده أو المكان ده أو الصيدلية دي، لغة التعامل بينك وبينها الفلوس. أنت بتاخد حاجة وبتديله فلوس، دايما الحاجة ليها سعر، ليها قيمة. لغة التعامل بينك وبينه عبارة عن الفلوس. لغة التعامل بينك وبين السماء، بينك وبين الله، حاجة اسمها الإيمان. لو عايزه النهاردة يشتغل في حياتك لازم يكون عندك هذا النوع من القداسة، هذا النوع من التسبيح، عشان الله يصنع في حياتك العجب ويكون ليك صانعا عجائب، ويكون ليك النهاردة الإله صاحب الصنيع العجيب. الترنيمة اللي جاية بتقول ليك سلطان. أيوة كويس، حاضر. ليك سلطان. هو ليه سلطان يحول المية لخمر، إله عجيب. ليك سلطان تشق طريق في وسط البحر، إله عجيب. وليك سلطان تنور في قلب العتمة فجر، إله عجيب. أقول لك بس فكرة صغيرة عن قصة تنور في قلب العتمة فجر لحد ما نطلعها. زمان لما جت الضربة على بيوت الناس اللي كانوا شعب الله عايشين معاهم في الفراعنة، جت ضربة الظلمة والعتمة. كانت العتمة كأنها كثيفة، كأنها تتمسك بالإيد. الواحد فيهم ما كانش بيقدر يشوف كفة إيده من كتر ما هي العظمة كثيفة. العتمة والضلمة الاتنين مع بعض جم الناس بتوع شعب الرب اللي بيحبوا الرب. وتستعجب جدا، في كل الأرض كان في ظلمة، لكن بيوت شعب الرب في أرض جاثان كان فيها نور. انت تقدر يا رب النهاردة تخلي حياتي حتى لو العالم اللي حواليا كله ظلمة، تقدر هو صاحب سلطان بيصنع بعجب. الموضوع بسيط، عايز شوية إيمان. يعني ينفع تكون ظروف البلد اللي احنا فيها ظروف اقتصادية صعبة وتكون معيشني كويس. ينفع. حتى لو ما فيش فلوس كتير ينفع يعيشني. صدقني. وينفع يوفر عليا تعب، ويوفر عليا دواء، ويوفر عليا مشاكل، ويوفر عليا حاجات كتير. كل القصة محتاجة شوية إيمان. قرار الترنيمة دي رائع. بيقول له ليك كل السلطان، بتسبحك الأكوان، وبتعلن إن يسوع عالي وغالب على الدوام. مصدقه هتفرح بيه وتعيش في سلطانه وفي عجب أعماله. مش مصدقه مش هتعرف تعيش ليه. هاخد الترنيمة دي وهاخد وراها ترنيمة بتقول إن أمور الله عجيبة ومواعيده عجب العجاب. يقدر يغير الأزمان ويرتب الأسباب. إذا عداني في صحراء، خلي بالك هو ما وعدنيش، لازم تاخد بالك من الحكاية دي كويس قوي. ما وعدنيش إن حياتي هتبقى روز وجميلة وهادية وسهلة وبسيطة والدنيا حلوة كده، الشوارع نظيفة وفاضية مفيش ناس فيها بتقول كلام مش نظيف، والواحد فيهم لو عدى كده
وكده ضايقك يقول لك متاسف معلش اعذرني. هتلاقي والناس كده جميله، وما يقفوا كده طابور يشتروا اي حاجه في الدنيا يقول اتفضل حضرتك الاول، لا اتفضل حضرتك الاول. في يعني كده ما وعدناش بحياه من النوع ده. ده مش موجود في الكتاب، ده موجود في خيال الادباء، وعمره ما هيتحقق في عالم وضع في الشرير. اذا عداني في صحراء ينفع يفتح لي ينبوع في صخره. طب واذا اشتدت مجاعه والاوتيلات قفلت وما فيش شغل؟ عجبتك قوي دي؟ طيب ينفع اذا اشتدت مجاعه ينفع يبعت خبز ويا الغراب. الهي صخره انا هرنم الترنيمه دي عشان الكلمه دي، مش بس عشان امور الله عجيبه، لكن الهي صخر الدهور لا ينعس ولا. وانت بترنم الهي دي انا عايزك ترنمها بملء الفم. عارفين الصعايده عندنا لما يقول لك ده بيقول بالفم المليان، عارفين التعبير ده؟ انا النهارده بقى عايزك تقول الهي دي بالفم المليان. امين. طيب هناخد الترنيمتين ورا بعض. انا ممكن اخد امور الله عجيبه في الاول، اخدها وبعدين نسبح الرب في الترنيمه بتاعت ليك سلطان. يلا بينا، اهو الناس واقفه اهو. يلا جرب ترنم معايا، وخلي بالك الترنيمه دي كاتبها بيقول ان السلام الله عجيب وان محبه الله عجيبه، لانه اله عجيب ويصنع عجائب في حياه المؤمنين. اشجعك ترنم وتسيب الرب يصنع في حياتك عجبا لمجده. قول معايا. امور الله عجيبه ومواعيده عجب العجاب، يغير الاسباب ويرتب الاسباب. قول تاني. امور الله عجيبه ومواعيده عجب العجاب. رنم. يغير الاسباب ويرتب الاسباب. ما تخافش. اذا عداني في صحراء يفتح لي ينبوع في صخرة. إذا اشتدت مجاعة يبعت خبزي ويا الغراب. إله صخر الدهور لا ينعس لا ينام، قدامه الكل واضح في النور زي الظلام، والقدرة في ايده. رنم بإيمان والكل يخضع لمجده، والأني غالي امتزت عجبا. قلبي مليان سلام، قلبي مليان سلام. تعال نرنم عن محبته. محبة الله عجيبة تعالى فوق الجبال. أشكرك. محبة كمان قريبة ثابتة في كل الأحوال. لك المجد. محبة الله عجيبة تعالى فوق الجبال. محبة كمان قريبة ثابتة في كل الأحوال. يا حب يا حب يا طول أنات لكل ولاده وبناته. أب مثالي ورعايته هي كمان المثال. رنم إله صخر. قول بالفم المليان. لا ينعس لا ينام، قدامه الكل واضح في النور زي الظلام، والقدرة الكل يخضع لي. والأني غالي عنده. قلبي مليان سلام، قلبي مليان سلام. يلا نرنم عن سلامه. سلام الله عجيب ويبان وسط الخطر. تلقى المؤمن يرنم رغم الألم والضرر. رنم. سلام الله عجيب ويبان وسط الخطر.
مؤمن يرنم رغم الألم والضرر. عارف ليه؟ عشان في قلبه إيمان بالله رب الأمان. الناس شايفة جفاف وهو عنده مطر. إله صخر أشكرك لا قدامه الكل واضح في النور زي الظلام، والقدرة في ايده واحد. أشكرك الكل يخضع لما تقول. والأني غالي والأني غالي عنده، قلبي مليان سلام، قلبي مليان سلام. ليك سلطان تحول المية لخمر، ليك سلطان تخلق قلوب من قلب الصخر، ليك سلطان تشق طريق في وسط البحر، ليك سلطان تنور قلب العتمة فجأة. يلا قول معايا. ليك كل السلطان، بتسبحك الأكوان وبتعلن إن يسوع عالي وغالب على الدوام. ليك كل السلطان، بتسبحك الأكوان وبتعلن إن يسوع عالي غالب على الدوام. ليك سلطان تهدي الريح ويا البحر، ليك سلطان أشكرك تعوض بدل الخزي فخر، ليك سلطان من قلب الكسر تخلق نصر، ليك سلطان تفجر قلب الصحراء. ليك كل السلطان، بتسبحك الأكوان وبتعلن إن يسوع عالي وغالب على الدوام. ليك كل السلطان، بتسبحك الأكوان وبتعلن إن يسوع عالي وغالب على الدوام. خلي بالك ليك سلطان تقدر تحرر الأسير، ليك سلطان تغفر بحب ذنوب كتير، ليك سلطان تعصب القلب الكثير، ليك سلطان تحمي ولادك يا قدير. يلا قول معايا. ليك كل السلطان، بتسبحك الأكوان وبتعلن إن يسوع عالي وغالب على الدوام. ليك كل السلطان، بتسبحك الأكوان وبتعلن إن يسوع عالي غالب على الدوام. هنقول عدد 3 مرة كمان بس أنا عايز كنتوا ترنموه. بتقول له ليك سلطان تقدر تحرر الأسير. وأنا بدعو أي واحد فينا ممسوك بعادة أو بمزاج أو بقيد أو بإدمان أو بأفلام، لو ممسوك أنت أو حد من اللي ليك في بيتك، ابنك، بنتك، ظروفك، زوجتك، زوجك، لو ممسوك تعال النهاردة أقول له تقدر تحرر الأسير. أسمع أمين. إله عجيب ويقدر، عجيب وصنيعه عجيب ويقدر. صدقني كنت بكلم حد اليومين اللي فاتوا قال لي حتى الأعراض بتاعة الإدمان ربنا شالها مني من غير ما أعدي، من غير ما أروح أتعالج. لما قلت له بسلم لك قلبي وحياتي ربنا شفاه وهو واقف ويقدر. إله عجيب. وليك سلطان تغفر بحب ذنوب كتير. وأنا عايز أقول لك للمرة الأخيرة في الاجتماعات اللي احنا فيها دي، الله لسه بيغفر، الله يقدر يغفر، لسه باب النعمة مفتوح، لسه باب السنة الرب المقبول، سنة الرب المقبولة لسه بتكمل. ما اعرفش هتخلص امتى ويقفل الباب امتى، لكن ينفع النهارده ودلوقتي يغفر بحب ذنوب كتير. وليك سلطان نكمل كده، بيقولوا تعصب القلب الكثير. نكمل البيج اللي وراها. ليك سلطان تعصب لو واحد فينا ظروفه حصل حاجة عنده، قلبه مكسور، أهين من حد قريب، مجروح، الرب ينفع عنده السلطان النهارده انه يجبر كسر القلب وياخدك في حضنه كده ويطبطب عليك، يشفي لك كل وجع نفسي وكل نزيف نفسي. والرب يقدر يعمل كده.
واخر حته كاتب الترنيم بيقول عنها: ليك سلطان تحمي ولادك يا قدير. لكل خايف، لكل منزعج، لكل مضطرب، لكل شخص عنده اوهام بيعرف عدو الخير يسيطر عليه النهارده، انا عايز اقول لك الاله ده عنده سلطان النهارده يقول لك انا احميك، ما تخافش، كل الامور في ايدي، انا اعرف احميك. هنرنم القرار وبعد كده هسيبكم ترنموا العدد ده وحدكم، هرنم القرار في الاخر. قرار وعدد 3 والقرار. يلا جرب معايا كده. ليك كل السلطان، بتسبحك الاكوان، تعلن ان يسوع آلي غالب على الدوام. ليك كل السلطان، بتسبحك الاكوان، تعلن ان يسوع آلي غالب على الدوام. يلا قولوا معايا. ليك سلطان تقدر تحرر الأسير، ليك سلطان حلوة تغفر بحور كتير، ليك سلطان تعصب القلب الكثير، ليك سلطان تحيي ولادك. يلا قول معايا. ليك كل السلطان، بتسبحك الأكوان، تعلن إن يسوع غالب على الدوام. السلطان بتسبحك الألوان، تعلن إن يسوع آلي غالب على الدوام. ارفع قلبك دلوقتي بطلبة أيا كانت، احنا خلاص بنخلص، بطلبة. قول للرب: يا رب النهارده عندي ابني، عندي بنتي، عندي زوجي، عندي زوجتي، عندي الأمر، شغلي، عندي صحتي، عندي مرضي، عندي فلوسي، عندي دين، عندي قضية، عندي تعب، عندي مشغولية، عندي حاجة مستعصية. اوعى تمشي من هنا. ان رب النهارده بيوعدك انه بيصنع عجبا لمن ينتظره. اوعى تمشي من هنا وانت خدت الكلام وسمعت شوية ترانيم ومشيت. قول له: رب النهارده انت الاله القدوس اللي معتز في القداسة، انت مخوفا بالتسابيح يتقيك كل انسان يرنم ويسبح اسمك بكل تقوى واحترام. انت النهارده بتكلمنا عن انك تصنع عجبا. احمدك لاني قد امتزت عجبا، عجيبة هي اعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. قول له انا مصدق، نفسي تعرف ذلك. اوعى تمشي من هنا وانت بتقول له كلمتين: نفسي تعرف ذلك يقينا، كلام والسلام. قول له: انا مصدقك، انا مصدقك، وانا هكمل لانك انت الهي، انت الهي، انت الهي. هاليلويا هاليلويا. انت الهي. اشكرك اشكرك. انت الهي وهذا يكفيني. انت الهي. هاليلويا 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 هاليلويا. امين. تعالوا ناخد اخر كام ترنيمه كده. تعالوا نقول له: يا اللي بديت الرحله معايا واثق فيك انك هتكمل. وهاخد الترنيمه كمان معاها اللي بتقول شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته مثلا. وممكن ناخد معاها كمان في الكوكتيل الجميل بتاعنا. تعالوا نرنم وهي هتيجي الحاجات دي يعني. شكرا ليك يا اللي بترعاني. ايه الضحكه دي؟ عايز افهم. انا بحب اخلي شعب الرب يرنم ويهتف له لسببين. الاحزان اللي بره بتتعبنا قوي، وما ينفعش كمان في حضره الرب نكون حزانة ومغمومين. في حضرته بيهرب الحزن والتنهد. وانا مصدق النهارده لما تقول له: شكرا ليك يا اللي بترعاني، انت بتكلم اله راعي صالح مخلي باله كويس وعارف هو بيعمل ايه. وهنرنم ده بيقين. اخر عدد في الترنيمه دي يقول له: شوق يا رب احبك اكتر، محدش بيحبني قدك. وحد قلبي زي ما كنا بنرنم عن الاستقامه. وحد قلبي، خلي قلبي يستقيم قدامك ويخافك. يخافك مش يخاف منك، يخافك يعني يتقيك، يعني يخاف يزعلك، يعني يخاف يعمل حاجة تضايقك. وحد قلبي وخليني أسهر طول أيام أشهد عن حبك. شكرا ليك يا اللي بترعاني. سيبي مول بقى. هاخد ده وهاخد شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرتي. عايزين نراجع الترنيمه اللي اتعلمناها امبارح اللي بتقولوا: بنشهد ليك انت الله العظيم، اللي هي اولها بيقول جايين بنغني،
وهنشوف هنعمل ايه. ممكن تدوني 10 دقايق تاني ولا خلاص؟ حد تعبان حران واقف ليه ساعة ونص ولا حاجة؟ يلا رن معايا، خلينا ناخد دول حتى ورا بعض كده وتشجع النهارده ورن وقول له انت الهي. اللي مش قادر يقف خليه قاعد. وشكرا للناس الحلوه اللي وقفوا، ربنا يبارك، والناس الحلوه اللي قاعدين يعني عادي مفيش مشكله. يلا معايا. يلي بديت الرحله معايا واثق فيك انها تكمل، انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيتحمل. يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك انها تكمل، انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي شكرا ليك، شكرا ليك يلي بترعاني، يلي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك يلي بترعاني، يلي ايديك دايما رفعاني. رغم ان انا بتغير دايما انت امين ما بتتغيرش، وعدك صادق لما بتوعد عن وعدك انت ما ترجعش. رغم ان انا بتغير دايما انت امين ما بتتغيرش، وعدك صادق لما بتوعد عن وعدك انت ما تشكره معايا. شكرا ليك يلي بترعاني، يلي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك يلي بترعاني، يلي ايديك دايما رفعاني. اشكره معايا. خطة عظيمة مدبرها لي، رحلة عمر انت راسمها لي. ساعدني يا رب اعيش لك عالي فوق العالم فوق احوالي. خطة عظيمة مدبرها لي، رحلة عمر انت راسمها لي. ساعدني يا رب اعيش لك عالي فوق العالم فوق احوالي. شكرا ليك يلي بترعاني، يلي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك يلي بترعاني، يلي ايديك دايما رفعاني. صلي الكلام الجاي ده. شوقي يا رب ما حدش بيحبني قدك، وحد قلبي خليني اسهر طول ايام الشهر عن حبك. شوقي يا رب احبك اكتر، ده ما حدش بيحبني قدك، وحد قلبي خليني اسهر طول ايام اشهد عن حبك. شكرا ليك يلي بترعاني، يلي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك يلي بترعاني، يلي ايديك دايما رفعاني. شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرتي. ما تخافش كفقراء لا شيء، إله عجيب نحن نبني كثيرا. تاني. شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرتي كل كفقراء لا شيء لنا، ونحن نبني يقودك الرب، يقودك الرب على الدوام، يشبع في القدوم نفسك، ينشط لك عظامك، مصير كجنة جنة الريان. شكرا لله الذي يقود
طلبات مدامي. اطلب الرب مش طلبات، ودوما فهو يعطي المعيا، يعطي للمعيا المعيا قدرة. العديم القوة يكثر شدتها. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كلها. كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني. إذا نسعى كسفراء، إذ نسعى عنه كسفراء. كان الله يعد يكون لنا اكتفاء، لكي يكون ولنا اكتفاء من كل نعمة نعمة وغنى. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين. كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني. آخر مرة. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين. كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني كثيرين. تعالوا نقول جايين بنغني. يلا قول معايا كده. جايين بنغني وبنقدم لإلهنا ذبيحة حمد، وبنرفع شكر قلوبنا وبنهديله كل المجد. عايشين أيامنا في خيره بيمتعنا كل غناه. احنا ولاده وشعبه غنم مرعاه، وبنشهد ليك انت الله العظيم، وبنسجد ليك يا راعينا الكريم، وبنهتف ليك يا ملك السلام. ده في غربتنا النعمة بتكفينا، وفي شدتنا فرح الرب يقول معايا يعلى التسبيح ويدوم كل الأيام. يعلى التسبيح ويدوم كل الأيام. ده إلهنا حي وعلشان كده بنغني مش نشكرك، والضحك بيملى حياتنا لو في الوقت نشكرك. لسان الرب وبيملى ليل الغربة بأفراح، وبنشهد ليك انت الله العظيم، وبنسجد ليك يا راعينا الكريم، وبنهتف ليك يا ملك السلام. ده في غربتنا النعمة بتكفينا، وفي شدتنا فرح الرب يقول معايا يعلى التسبيح ويدوم كل الأيام. يعلى التسبيح ويدوم كل الأيام. ماشيين ويا في موكب نصرة وغالبين بسلاح الروح، وحياتنا بخور قدامه وعطر جلاله من هيفوق. إله النعمة يقوي ويثبتنا في الإيمان، ويمكننا ده باسمه السلطان. وبنشهد ليك انت الله العظيم، وبنسجد ليك يا راعينا الكريم، وبنهتف ليك يا ملك السلام. ده في غربتنا النعمة بتكفينا، وفي شدتنا فرح الرب يقوينا. يعلى التسبيح ويدوم كل الأيام. يعلى التسبيح ويدوم كل الأيام. قول معايا اللي جاية يمكن تكون آخر ترنيمة. بنحبك نسجد ليك انت فادينا، بنحبك نرفع ليك كل أغانينا. قول معايا بنحبك انت لينا كل ما لينا. بنحبك ياللي ساكن في أوانينا، يا ساكن جوا قلوبنا.
مش ممكن قلبي هيشبع يسوع إلا يلا نقول عن السبب. سبب فرح قلوبنا إننا جنبيك، واللي يسكن في سترك يلقى حمايته فيك. بنحبك نسجد ليك، انت فادينا. بنحبك نرفع ليك كل اغانينا. بنحبك انت لينا كل ما لينا. بنحبك يلي ساكن في اوانينا. قلبك مليان بالرحمة، اغفر للمؤمنين وبتغمرنا بالنعم، وبدمك مستورين. يلا قول عن السبب. سبب راحة قلوبنا إننا في إيديك، واللي يآمن بصليبك يلقى ضمانه فيك. بنحبك نسجد ليك، انت فادينا. بنحبك نرفع ليك كل اغانينا. بنحبك انت لينا كل ما لينا. بنحبك يلي ساكن في أوانينا. آمين آمين. شكرا للرب ولحضراتكم، ربنا يبارككم، وتكون الأيام اللي جاية مش زي ما الناس متوقعة أنها تكون أيام صعبة وضنك وقلة شغل، لكن تكون أيام خير. الناس شايفاه جفاف، وإحنا بنعمة الله نكون شايفينه مطر بنعمة الله. الآية آخر مرة: لا مثل لك بين الآلهة يا رب، لا مثل لك معتزا في القداسة، مخوفا بالتسابيح، صنع عجائب. خروج 15-11. ربنا يباركنا ويبارك بيوتنا وحياتنا، نعيش لحد اليوم اللي هيجي فيه نكون في الأمانة اللي هو عايزنا، في القداسة اللي هو عايزنا نكون فيها، نكون بنسبحه وبنخاف ونتقيه في السيرة والسريرة، جوه وبره، في الصغيرة والكبيرة. ويكرمنا الرب نعيش له ليوم مجيئه، يفضل تسبيح قلوبنا بيقول له حاجة واحدة بتقول كده. يلا قولوا معايا: آمين. تعالى أيها الرب يسوع، له كل الحمد.